الهند عالم مليء بالألوان الزاهية والروائح العطرة والشعر الحريري الطويل الذي ينساب مثل الشلالات والبشرة المضيئة الصافية، ولم يكن ذلك وليد الصدفة، بل هو نتيجة عادات وتقاليد جمالية ضاربة في عمق التاريخ. نحن هنا نتحدث عن ثقافة الجمال الهندي التي دهشت العالم، حتى أصبحت جزء من التعبير عن الفرحة لدى العديد من الثقافات العربية قبل العرس. لذلك ما يخفيه هذا الجمال الساحر أسرار وعادات تستحق التجربة، لأن نتائجها لا تصدق. بعضها قد يدهشك لدرجة أنك قد تفكري في اعتمادها فوراً. استعدي لاكتشاف أسرار الجمال الهندي بتفاصيل لم تسمعيها من قبل. عندما نتحدث عن الجمال الهندي، نحن لا نتحدث فقط عن مظهر خارجي، نحن نتحدث عن فلسفة حياة كاملة تجمع بين العناية الشخصية والصحة النفسية وحتى الروحانية. لكن المفاجأة، العديد من هذه الأسرار الجمالية ليست مجرد عادات، بل تقاليد قديمة تعود إلى آلاف السنين. تخيلي أن كل ما تشاهدينه في أفلام بوليوود ليس مجرد مشاهد ساحرة، بل هو انعكاس لتقاليد يومية. فمثلاً، الشعر في الثقافة الهندية ليس مجرد زينة، بل يعتبر رمزاً للقوة والجمال. والسر؟ الزيوت الطبيعية. نعم، نحن نتحدث عن زيت جوز الهند الذي يستخدم منذ الطفولة لتغذية الشعر من الجذور وحتى الأطراف. لكن هل تعلم أن بعض النساء في الهند يستخدمن خليطاً سرياً يحتوي على زيت الأملة؟ زيت الأملة الذي يستخرج من عنب الثعلب الهندي يحتوي على فيتامين سي بتركيز عال يجدد الشعر ويمنحه لمعاناً لا يقاوم. ليس هذا فحسب، بل هناك طقوس يومية تتعلق بتدليك فروة الرأس لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر، وحتى قصات الشعر الهندي. ربما لاحظت أن الشعر الطويل هو السمة البارزة للنساء الهنديات. النساء الهنديات يتقن فن تصفيف الشعر بطريقة تبرز جماله الطبيعي. فالضفائر الطويلة ليست مجرد تسريحة بسيطة، بل هي رمز للأناقة والتقاليد. تخيلوا أن كل ضفيرة تحمل قصتها الخاصة، بدءاً من الجدائل المزينة بالزهور الطبيعية مثل الياسمين، إلى الضفائر المزينة بالأشرطة الذهبية أو الفضية التي تستخدم في المناسبات الخاصة. أما في المناسبات الاحتفالية، تعتمد تسريحات شعر معقدة مثل الكعكة المزخرفة التي تزين بالجواهر الصغيرة والأزهار الطازجة. والأكثر غرابة، هناك تسريحات شعر تعتمد بناءً على الحالة الاجتماعية للمرأة أو المناسبة التي تشارك فيها. فمثلاً، تسريحة جودة الملكية التي تظهر في الأفلام الهندية ليست مجرد موضة، بل كانت تسريحة حقيقية تستخدمها الملكات في الماضي لإبراز مكانتها الاجتماعية. الهنديات يعلمن أن الجمال ليس فقط في طول الشعر، بل في كيفية تقديمه. لهذا، حتى قصات الشعر القصيرة أو المتوسطة تحمل لمسات هندية خاصة، تعتمد على إبراز ملامح الوجه وإضفاء لمسة أنثوية مميزة. لكن انتظر، القصة الصادمة؟ بعض النساء الهنديات يقسمن بأن غسيل الشعر بالماء المخلوط بأزهار الياسمين يساعد في الحفاظ على رائحة الشعر لفترة طويلة، بينما يعمل على ترطيبه بفضل الزيوت الطبيعية الموجودة في الزهور. تخيل أن تكون رائحة شعرك مثل حديقة زهور طوال اليوم. وكذلك البشرة، الجمال الهندي ينبع من الطبيعة، وهنا تكمن القوة الحقيقية. البشرة المضيئة ليست نتاج مستحضرات تجميل باهظة الثمن، بل مزيج من مكونات طبيعية متوفرة في أي منزل. سر البشرة الهندية يبدأ بقناع الكركم، وهو مضاد قوي للالتهابات، ويعمل على تفتيح البشرة وحمايتها من التجاعيد. لكن المفاجأة، يتم خلط الكركم بالحليب الخام ودقيق الحمص لصنع قناع يعمل على تنظيف البشرة وتغذيتها بعمق. كما أن النساء الهنديات يستخدمن ماء الورد كتونر طبيعي للبشرة. ماء الورد يستخرج من أجود أنواع الورود، ويستخدم لتقليص المسام وترطيب البشرة، ومنحها توهجاً طبيعياً. لكن الأكثر غرابة هو استخدام مسحوق الصندل الممزوج بماء الورد كقناع ليلي للبشرة. هذا المزيج ليس فقط ينقي البشرة، بل يهدئها تماماً من أي إجهاد يومي. أما بالنسبة للعيون، فهي نافذة الروح في الثقافة الهندية، وربما لاحظت الكحل الأسود العميق الذي تزين به النساء الهنديات أعينهن. هذا الكحل، أو ما يعرف بالكاجال، ليس مجرد أداة تجميل، بل يصنع من مكونات طبيعية مثل زيت الخروع، ويعتقد أنه يحمي العين من الالتهابات ويعزز جمالها الطبيعي. إذا كنا سنتحدث عن الجمال الهندي، فلا يمكن أن نتجاهل الحناء.
الحناء ليست مجرد صبغة للشعر أو زخرفة لليدين، بل هي طقس تقليدي يعكس الثقافة الهندية العريقة. الحناء تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الطقوس الاحتفالية، بدءاً من حفلات الزفاف وحتى الأعياد الدينية. لكن هل تعلم أن الحناء ليست مجرد زينة؟ الحناء الطبيعية تحتوي على خصائص تبريدية تساعد على تخفيف حرارة الجسم، ولهذا تستخدم بكثرة في المناخ الهندي الحار. أما بالنسبة للشعر، فالحناء تعد علاجاً سحرياً، تستخدم لصبغ الشعر بلون طبيعي غني، ولكن هذا ليس كل شيء. الحناء تقوي بصنيلات الشعر، تقلل من تساقطه، وتمنحه لمعان طبيعياً ينافس أجود أنواع مستحضرات التجميل. ولا ننسى مزيج الحناء مع الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الخردل الذي يعزز فوائدها ويحولها إلى علاج شامل للشعر. المفاجأة: هناك وصفة هندية تقليدية تخلط الحناء مع اللبن الرائب وزيت الزيتون لتغذية الشعر ومنحه لوناً مميزاً. كما أن الأزياء الهندية ليست مجرد قطع قماش، إنها فن يروي قصصاً عن التقاليد والهوية. الساري الهندي مثلاً يعتبر قطعة فنية يتم اختيار ألوانه ونقوشه بعناية لتعكس شخصية المرأة والمناسبة التي ترتديه فيها. لكن السر الحقيقي يكمن في الأقمشة. الحرير الهندي يعتبر من أفخم الأقمشة في العالم، ويصنع يدوياً ليضفي على المرأة مظهراً ملكياً لا يقاوم، مما جعل الأزياء الهندية رمزاً يحتفل به النساء قبل عرسهم في أغلب الثقافات العربية، كنوع من التعبير عن الفرحة والتميز. والمفاجأة أن حتى الألوان التي يتم اختيارها في الأزياء لها معان عميقة. الأحمر يرمز إلى الحب والطاقة، بينما الأخضر يعبر عن الهدوء والازدهار. النساء في الهند لا يرتدين الأزياء فقط لإبراز جمالهن، بل للتعبير عن أرواحهن ومشاعرهن. إن الجمال الهندي ليس مجرد تقنيات أو وصفات، بل هو انعكاس لروح عميقة تؤمن بالتوازن بين الجسم والعقل والطبيعة. الهنديات يعلمنا أن الجمال الحقيقي يبدأ من الالتزام بالعادات والتقاليد، من العناية بالنفس والاتصال بالطبيعة، وإيمانهن بأن البساطة يمكن أن تكون أقوى أدوات الجمال. شكراً لكم على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة إذا كنتم مهتمين بثقافات الجمال حول العالم. ألقاكم في الفيديوهات القادمة. إلى اللقاء.